السلام عليكم. عملنا المرة اللي فاتت السمك المقرمش من بره الجميل والجوسي من جوه. النهاردة هنعمل بقى رز الصيادية يا جماعة، زي ما انتم شايفينه كده، باللون الأصلي بتاعه، مش أحمر لا بني زي ما كانت أمهاتنا بتعمله. أول حاجة غسلت الرز ونقعته يا دوب مسافة ما هجهز البصلة بتاعتي وأحمرها. بشرت بصلاية تقطعيها بقى بإيديكي بالسكينة، تقطعيها بالكبة زي ما انت عايزة. أنا بشرتها كده وحطيت شوية زيت حلوين كده وحطيتها لحد ما خدت اللون البني الجميل ده. بشرت طماطمايه برضو كبيرة او اتنين وسط، وحطيتها معاهم. اول ما البصل احمرت كده هبدأ بقى احط الملح بتاعي، واهم حاجة الكمون يا جماعة، الرز ده اساسه الكمون. لو عايزة تحطي رشة فلفل صغيرة ماشي اوكي، لكن الكمون اهم حاجة. نصلي على النبي كده ونعمل لايك للفيديو. الرز بقى اتنقع يا دوب الخمس او العشر دقايق دول، واتصفى كويس قوي. وبدأت احطه بقى عشان اشوحه مع الخلطة الجميلة دي من البصل والطماطم. شايفين اللون يا جماعة؟ احنا عايزينه لونه بني، رز الصيادية بتاع زمان اللي مش لونه احمر. لا، ده الرز الاساسي اللي كنا بنعمله للسمك زمان. بنحط حتة تومة نية كده، ونعمل مية مغلية ونحطها عليه ونسيبه لما يتشرب، وبعدين نسيبه يستوي خالص ويطلع بالشكل الجميل ده. لون وطعم يا جماعة وريحة مش قادرة اقول لكم، تحفة جدا. رز اصلي بيفكرك باكلات زمان وبيفكرك باكلات امهاتنا. اعملوا لنا لايك وشكرا ليكم، والسلام عليكم.